والحاجة بقى اسعار اللحمه عامله ايه السنه دي؟ والله اسعار اللحمه السنه دي شاده شويه بالنسبه للسوق وجو البلد اللي احنا فيه. فيعني برضه الفداوي قليل، لان اللي كان بيفدي بيجيب عجل ب 10000، النهارده العجل ب 13000 وب 14000، وبنبيع على رجليه ب 28 ب 28 ونص ب 30. اجتهادي بقى حسب الزبون اللي قدامي وحسب الجو. يعني حاجه الاسعار زادت عن قد السنه اللي فاتت يعني. ايوه زادت عن السنه اللي فاتت طبعا. يعني طبعا العلف غالي اول حاجه، ومهما لا مؤاخذه العجل يبقى غالي صاحبه ما بيلمش ثمنه، لان العلف غالي. النهارده شكاره الرده ب 100 جنيه، فاهم؟ فكل ده برضه على الخامه اللي هي بتتباع. وعدد اللي بيشتري قل. ايوه عدد اللي بيشتري السنه دي مثلا اهو بقى الوقت كل اتنين بيشاركوا في عجل ممكن، فاهم؟ واللي كان بيجيب عجل مثلا بيجيب خروفين وخلاص، عشان الجو برضه لو البلد حالها ماشي وكده كان برضه الجو هيبقى احسن من كده.